السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير. ومع بداية عام 2026 وبعد ما احتفالات رأس السنة ما خلصت ينطلق ال CES. وما هو ال CES؟ هو المعرض السنوي المقام في لاس فيجاس. معرض بيتقام كل سنة وفيه كل شركة بتعرض أحدث التقنيات وأحدث التكنولوجيا اللي وصلت ليها. والمعرض بالفعل بدأ يوم 6 وشفت فيه حاجات مذهلة وحاجات ما كنتش أتوقع وجودها وحاجات ما كنتش أتوقع إنها تكون موجودة وملموسة مش قبل 5-6 سنين مثلا، لا لقيتها موجودة وملموسة ومتاحة للطلب كمان. ويبدو إن الخيالات اللي بتجيلك والأحلام اللي بترسمها في أداة أو جهاز أو تكنيك أو سيستم بقت بتتحقق. المعرض هيستمر لمدة 4 أيام، وقبل المعرض كانت الشركات بدأت بالفعل إنها تعرض منتجاتها على المواقع الخاصة بيها، منها روبوت من LG وبار خشبي بيساعدك على النوم وموبايل كلاسيكي بيرجع بينا لزمن البلاك بير. فتعالى أفرجك المعرض فيه إيه السنة دي. والمنتجات اللي هنتناولها النهاردة من 8-bit 2 لترون MUI وتايم كيتل ولوكن ماموشن زيروس اكسريل بيزوس واخيرا نروال. ونبدأ بشركة اسمها 8-bit 2 اللي بتشارك بكنترولر بسيط اسمه فليب باد، ممكن تستخدمه على أجهزة الأندرويد وأجهزة الiOS، وبيكونكت عن طريق مدخل الشحن من نوع C أو من تايب C. ما فيهوش أي ستيك لكنه بيجي ب 12 زر أمامي ومتوقع إطلاقه في الصيف. بعد كده شركة لترون المتخصصة في صناعة الستاير ووضع التاتشات الأخيرة واللمسات الأخيرة في الاندور، بتشارك بستائر خشبية في خط إنتاج اسمه كاسيت. الستائر دي بتعدل زاوية ميلها على مدار اليوم بناء على موقع الشمس عشان تحسن الإضاءة الداخلة للبيت طول فترة النهار. والستاير دي بتتوافق مع أنظمة التحكم المنزلي زي أليكسا وجوجل هوم. لو انت بقى بتعاني من مشاكل في النوم ومنها الأرق مثلا وزهقت من الداتا اللي بتاخدها من السمارت ووتش أو الفينجر رينج أو الهيد باند اللي كلهم بيتحايلوا عليك عشان تنام، فشركة MUI طرحت السنة دي برضه فري بسيط مناسب لغرف النوم بيتتبع نومك وقادر على اكتشاف شعورك بالتعب والإرهاق من خلال نبرة صوت، فبيحاول يشجعك للحصول على قسط إضافي من الراحة. طبعا الكلام ده مش ليك عشان انت مش عاوز قسط من الراحة، انت عاوز قسط اخر الشهر يتسدد عشان المهم البار فيه سنسورز بتكونكت مع الهوم ايكو سيستم عشان توفر لك راحة ليلية. والجيل الجديد هيكون مدعوم بالمليمتر سنسورز اللي هتمكنك من التحكم في البار عن طريق الايماءات والاشارات. نيجي للجماعة المهتمين بالترجمة اللي اكيد على علم بتايم كيتل، الشركة الرائدة في عالم الترجمة واللي تعتبر من الاوائل اللي صنعوا ايربودز بتوصل الصوت عن طريق العظم اللي موجود خلف الاذن. تايم كيتل دلوقتي عملت ابجريد كبير في الهاند هيلد والايربودز ترانسليتورز سوفت وير، يعني السوفت وير الخاص باجهزه الترجمه اللي بتوضع في الاذن واللي بتتمسك بالايدين. والابجريد ده تحت مسمى سوتا ترانسليشن انجن سيلكتور اللي بدوره بيحدد افضل AI انجن بعد ما يختار اللغه اللي بيتكلم بها الفردين عشان يطلع في الاخر صوت طبيعي. وبالمناسبة ال AI يعتبر هو الطابع العام للمعرض السنة. ال AI داخل في كل شيء تقريبا، يا اما دوره يكون اسيستنت يا اما دوره يكون اوبريتور هو اللي مسؤول عن تشغيل الاداء او السيستم. وده هنشوفه في ال V7 Max. هو سمارت لوك من تصميم هارت موت سلينجر كبير مصممي شركة ابل. واللوك ده فيه مميزات امان كتير لانه بيفتح عن طريق بصمة الفينز اللي موجودة في الصابع او راحة اليد، والتعرف ثلاثي الابعاد على والديزاين بتاعه بسيط جدا على شكل مقبض منحني بدون اي تكليف. اللوك فيه جرس بيلت ان وشاشة مقاسها 5 بوصة جوه وبره، ومتوافق مع انظمة الذكاء المنزلي من امازون وجوجل وابل، يعني تقدر تفتح الباب عن طريق الفويس كوماند. ونيجي للميزه التسويقيه للوك واللي فيها DNA لابل وهي ميزه السرفايفر. اي سمارت لوك هتفضل تعدد في مميزاته لحد ما تيجي لنقطه البطاريه وتقف، لانك بتحتاج تشحنها او تغيرها، وده العيب اللي اشتغلت عليه شركه لوك. فقدمت ال V7 Max اللي بيتشحن شحن ضوئي لاسلكي عن طريق ترانسميتر مسميينه الاورا تشارج، بتوصله بمصدر للتيار اللي بتثبته على الحيطه او تحطه على الترابيزه عادي، وبكده يفضل اللوك شغال على طول. ولو حصل مشكله في الترانسميتر او اتفصل عنه الكهرباء فبيعتمد على بطاريه الليثيوم الموجوده فيه. الجدير بالذكر انها بتدوم لشهور، والموضوع ما خلصش على كده لان اللوك بيستخدم كاميرتين خارجيتين بالتعاون مع اللوكن AI في انه يتعرف على عمليات التوصيل ويسجلها، مرورا بمراقبه الاطفال وكبار السن، ووصولا الى انشاء مقاطع فيديو تلقائيه لابرز المناسبات واللحظات العائليه. ومن الحاجات اللطيفه اللي كانت موجوده آلة لقص العشب والحشائش اللي موجوده في الجناين المنزليه من ماموش. الديزاين بتاعها في شكل عربيه لطيفه ولكنها مش اي عربيه. الآلة فيها قرصين مكونين من 6 شفرات للقص و4 محركات منفصلة الدفع بيولدوا دفع بيمكنها من صعود منحدرات بزاوية تصل إلى 38.6. كمان فيها نظام رادار بيرسم رسم 3D للحديقة بتاعتك أثناء جز العشب، وتقدر تمسح مسح ضوئي من الأرض لقمم الأشجار بدقة تصل إلى السنتيمتر. بجانب الرادار اللوبا 3 All Wheel Drive مزودة بكاميرتين بجودة تصل إلى 1080 بكسل،
وشريحة ذكاء اصطناعي مطورة بتمكنها من التعرف على الحيوانات والألعاب وأكتر من 300 عائق. الكلام ده سواء في الظل أو تحت أشعة الشمس، وبتتحرك مسافة تبدأ من 37 فدان إلى 2.5 فدان. متاحة حاليا للطلب المسبق في أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة بسعر 2299 يورو. نيجي بعد كده لوالي حبيبة. والي هو روبوت، ويمكن تكون شفت صورته وعرفت ان هو من فيلم، وقعدت تدور على اسم الفيلم وفي الاخر ما وصلتلوش. عامة الفيلم اسمه والي على اسم الروبوت، ووالي في منه نسخة مرخصة ومنتجت ومتوفرة فقط في الصين، وعشان كده شركة زيروس عاوزة تعمل منه شبيه او الاوف براند فيرجن منه، ويكون اسمه W1 او الوي 1. ما فيهوش اللون الاصفر ولا العيون البشرية اللي كانت مميزة لوالي، لكن في الجنزير المزدوج اللي بيساعده على الحركة. المهام اللي بيقوم بيها محدودة شوية، زي انه يساعدك في البيت او يتحرك معاك او يشتغل كأنه جيم هوست. ممكن يساعدك برضو في التقاط الصور، وبيتحرك بسرعة نص متر في الثانية. زيروس برضو انتجت روبوت بشري اسمه M1 وطوله 15 بوصة، مصمم عشان يكون رفيق منزلي. الام 1 بيستخدم جيميناي لاجراء المحادثات وامكانيه الاطمئنان على الاشخاص في المنزل. بطاريته بتدوم لساعتين، بعد كده بيرجع للدوك بتاعه عشان يتشحن. وقبل ما نروح للمنتج اللي بعده، هل واخدين بالكم ان الاي اي بدا يتشعب بطريقه مرعبه؟ الاي اي بقى موجود في كالون، في موبايل، في اداه، في ساعه، في رينج، في مكنسه، في كالون باب، في روبوتات، في كاميرات. بحب اسال كل واحد مهتم بالموضوع ده، ايه اللي ممكن يحصل لما تكون قيادة كل الحاجات دي وادارتها تكون من خلال الاي اي؟ وهل السيناريو الكوميدي المألوف في ان الحاجات دي كلها تتحد وتسيطر على الانسان ده متاح ولا دي خيالات بس؟ لو حد عنده اي توقع او اي تخيل لحاجة زي دي يشاركنا بيها. بعد كده اكسريل، الكيان المتخصص في صناعة نظارات الواقع المعزز، بتشارك السنة دي بموديل اسمه اكسريل 1S اللي زادت فيه الجودة من 1080 إلى 1200 بكسل، والسطوع من 600 إلى 700 نتس، والاسبكت ريشيو من 16 ل 9 إلى 16 إلى 10، ومجال رؤية من 50 ل 52 درجة. التحديثات دي كلها موجودة لكن ما تعتبرش تحديثات ثورية. الشيء الجديد والمفاجئ ان سعرها اقل من الموديل اللي فات ب$50. الجميل في موديل 1S انها بتحول اي محتوى 2D الى محتوى 3D بدون اي برامج او بلاير خاص بيها، وده راجع لاستخدام كمبيوتنج شيب اساسيه موجوده فيها، وبتيجي مزوده بكاميرا يمكن فصلها عادي، متاحه بسعر يبدا من $449. بعيدا بقى عن الاسماء اللي فاتت اللي ممكن ما نعرفش اغلبها، يجي اسم مقرب لينا ومحبب لينا وهو اسم بيزوس، اللي بتطرح ديسكتوب دوك اسمه سبيس ميت RD1 برو 15 in 1. و15 in 1 ليه؟ لان في مجموعه من المنافذ وخيارات كتيره للطاقه، بما في ذلك لوحة للشحن اللاسلكي بقوة 25 واط قابلة للطي من فوق، وهو مكون من مدخلين HDMI، 4 مداخل USB-C، 4 مداخل USB-A، مدخل للإيثرنت بسرعة 1 جيجا، UHSI SD، مايكرو SD، QI تشارجر. والدوك ممكن يطلع فيديو جودته 4K 120 هرتز على شاشة واحدة أو 4K 60 هرتز على شاشتين، وسرعة نقل للداتا تصل إلى 10 جيجا في الثانية عن طريق USB-C، وسرعة شحن 100 واط عن طريق USB-C BD بورت، وشحن لاسلكي بقدرة 25 واط. والدوك سيستم ممكن تستخدم عليه الويندوز او الماك او اس او لينكس. واخيرا الروبو فاك 2 او الموبينج فلو 2 من نروال، او بمعنى اخر احدث مكنسه من نروال. المكنسه اللي جايه بقوه شفط 30000 باسكال، وبتمسح بماء دافئ درجه حرارته 70 درجه مئويه، والمكنسه تقدر تعمل سكاننج للارض عشان تحدد اي شيء ثمين زي المجوهرات او التليفون او المفاتيح، ولما تلاقيها تحافظ على مسافة قدرها حوالي 5 سم من الأشياء دي تجنبا لشفطها، وتبعت كمان صورة للشيء ده على تطبيق نروال وتحدد موقعه. المكنسة مزودة بنظام AI بيعرفها على عدد غير محدود من الأشياء بمساعدة كاميرتين RGB بمجال رؤية 136 درجة. الفلو 2 بتقدم أوضاع تنظيف كتيرة مناسبة للحيوانات الأليفة والأطفال، وبتنبهك لو في ألعاب مفقودة، وبتدخل في وضع هادئ لو قربت من سرير الأطفال. هتكون متوفرة بنوعين من محطات الشحن، نوع فيه خزان مية ونوع فيه تعبئة وتفريغ تلقائي، وهيتم إطلاقها في شهر إبريل، ويتم الإعلان عن سعرها وقتها. دي الحاجات اللي موجودة النهاردة معانا. المؤتمر كبير جدا جدا جدا، والمعروضات اللي فيه والتكنولوجيا اللي موجودة فيه كتيرة ودسمة ومبهرة في نفس الوقت. اتأكد انك متابعنا عشان تشوف احدث الحاجات المعروضة هناك، وبإذن الله احاول اغطي كل المعروضات اللي في المؤتمر عن طريق فيديوهات بنزلها هنا. وتأكد برضو انك منضم لقناة التليجرام، لينك موجود في الوصف، بنزل عليها احدث العروض والخصومات واجمل الديلز من وقت للتاني. بس كده، اشوفكم في ريفيو جديد. سلام عليكم.